الكشك المصري واحد من أحلى الأطباق المصرية، بيتعمل بطرق كتيرة قوي في مصر. النهاردة هقول لكم طريقتي. بالنسبة لي الكشك يعني شوربة بط أو حمام. لما بسلق بط أو حمام بعمل كشك أو بشيل الشوربة في الفريزر عشان أطلعها وأعمل بيها أحلى شوية كشك في الدنيا. أنا بستخدم فريك، بغسل كوباية من الفريك وبنقعها وبسلقها على النار. وقت ما تكون بتتسلق أنا بحمر البصل اللي هنحطه على وش الأطباق في الآخر. طبعا البصل بيتحمر في سمنة بلدي لأن دي أهم حاجة اللي هتدي الكشك أحلى طعم وريحة. بعد ما البصل يوصل بقى للون المحمر الجميل ده باخده على جنبي كده وبصفيه من السمنة بتاعتي واحطه في طبق على جنب. السمنة بقى اللي فضلت في الطاسة دي مع شوية بصل كده فاضلين بنطش بيها الكشك في الآخر. ده البصل لو سبناه على جنب هيقرمش لوحده، ما تقلقوش. بعد ما الكشك خلاص او الفريك استوى بحط عليه الشوربه بتاعتي وشويه ماجي كده وبديله باخر غلوه لحد ما احضر الخليط بتاعي. الخليط ده عباره عن 3 معالق من الدقيق بخففهم بحليب وبنزل بيهم بسرسوب بسيط كده وانا بقلب بسرعه عشان اخد اللون والقوام الجميل بتاع الكشك ده. شويه بقى السمنه اللي سبناهم على جنب فاكرينهم هنطش بيهم الكشك ونشم احلى ريحه جايبه اخر الشارع. وكده هيكون الكشك كمل معانا. بتيجي بقى المرحله الاخيره وهي احلى مرحله بتاعه صب الاطباق. نحط بقى الاطباق بتاعتنا ونصب فيها الكشك ونحط على الوش البصل المحمر اللي كنا سايبينه على جنب بقى مقرمش دلوقتي. حمروا بقى كده او سخنوا شويه عيش، حمصوه خلوه مقرمش وبالهنا.